طناح اللي كسرت الدنيا وخلت إبداعها. إحنا بنشوفها على السوشيال ميديا بتعمل شغل حلو وشغلها فعلا الناس كل يوم بيستنوا منها الجديد والجديد. معانا الأستاذة حميدة حنفي. يا أستاذة حميدة، إحنا هنسمع منك وتعرفوا الجمهور من حميدة حنفي. حميدة الحنفي أنا من طناح، مركز المنصورة. أنا يعني الكتابة ديت عندي هي موهبة يعني. أنا أنا بحبها أوي. طب إحنا هنسمع منك حاجة وبعد كده نعرف من حميدة حنفي المشاهدين. سمعينا يلا. فلسطين حزينة مدائنك وشوارعك، مكسور قلبك، حزن كل يوم يخيم عليك، شهدائك مروية أرضك بدم الشهداء. أبنائك أنت سيأتي يوم وتنتصري وبك تسعدي بأبنائك، رمز البطولة ومجدك. فلسطين المسجد الأقصى عنوانك وصمود شعب فلسطين، يا مدينة العروبة وفخر الشهداء. فلسطين تنتصر 7 أكتوبر، سيكتب التاريخ اسمكم ويشهد العالم نصركم، وتعود الأرض لك ويزول حزنك ويفرح قلبك، ونقول فلسطين تنتصر. حميدة الحنفي. فلسطين بإذن الله منصورة، ويوم 7 ده يوم هيكتبوا التاريخ ليكي على مر العصور. يا حميدة، منين جاتلك الهواية ومنين حبيتي تشغليها ومنين ليكي حاجات مقالات كتيرة كل يوم بتحطها على الفيسبوك؟ أنا بحب الكتابة أوي أوي، يعني أنا بعشق الكتابة من وأنا صغيرة كده. يعني أنا كنت طبيعتي إن أنا كنت مثلا أجيب أقعد أقرأ أي كتب قدام، أي كتب بقابلها أقرأ قصص. يعني وكمان كنت بحب أقرأ مثلا دايما فاروق جويدة، الشاعر فاروق جويدة. وبحب أكتر أقرأ اجتماعيات كتير. انا عندي موهبه، انا معايا دبلوم تجاره، مش باكل ولا حاجه، بس هي دي موهبه ربنا اداها لي. بس انت خدت القاب كتير يا حميده، في اللي بيقول الشاعره وفي اللي بيديك المنسق للمؤتمرات وفي اللي بيديك الصحفيه. الناس بيدوك حاجات كتير، وانت قريب انضميتي لجريده مستشار اعلامي، يعني معنى كده ان انت
ويا رب الخير والسلام يعم الأمة العربية. وكنت سعيدة بك يا حميدة، وبقول لك من خلال برنامجنا احنا سعداء ان احنا التقينا بك النهارده. والله انا بحبك، انت ليكي الفضل عليا برضو. يعني انا بشكر اعلاميه اسفار يوسف، دايما انت دايما بتحبيني وبقيت بتشجعيني وتديني شهادات. انا والله انا كنت بكتب وخلاص عادي، مش في دماغي اي حاجه. انا مش في دماغي اي حاجه، يعني انا ما زلت انا كنت يعني بكتب وخلاص، ولا حبيت ان انا انمي الموهبه ولا اي حاجه خالص. مع ذلك انا كنت انا بحب اكتب كتب كده. ومره كتبت لقيت حد بيقول لي انت اسلوبك احسن من الدكتور اللي حضر ماجستير ودكتوراه وسافر بلاد بره. لا فعلا يا حميدة لا في الكتابه، لا في الكتب اللي انا بكتبها انا اسلوب، يعني بقول لك اسلوب دكتور. وبشرى هي هتعمل كذا ديوان وهتحطهم في مجلد هيبقى خاص بيها. لا يا ساره انا مش عايزه اعمل مجلدات، انا مش ليه؟ لازم يعني اعمل مجلدات.